يساعدك على صفاء قلبك، أنه يزيل عنك الحقد، يزيل عنك الغل، يزيل عنك البغضة، يزيل عنك الأعراض والأمراض التي أنا وأنت ملزمين نحاربها أكثر مما نحارب الجراثيم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذه الأمة من الجراثيم الداخلة: أصابكم داء الأمم، دخلت عليكم مصيبة في علمكم وعقولكم وتصرفاتكم، أصابكم داء الأمم. طيب أي أمم؟ من هي الأمم الموجودة في ذلك الزمن وما بعده؟ إذن معنى ذلك أنها مجاورة لأمم متعددة لا تدين بديننا. أصابنا الداء فتركنا الدين وذهبنا نتبع الأمم، نقلد الأمم الأخرى. أصابكم داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال البغضاء والحسد. هذه علتين إذا غرست في القلب استعد للإبليس فقد وجد مدخل. إذا عندك نسبة من الحقد، عندك نسبة من البغضاء، عندك نسبة من الحسد، عليك أن تطهر نفسك منها، وإلا لن تستطيع أن تتخلى عن الأذى. سيكون الأذى جزء من حياتك، على لسانك وعلى يدك وعلى تصورك وعلى كل اعتقاداتك. أصابكم داء الأمم. قالوا وما داء الأمم؟ قال البغضاء والحسد. لا أقول حالقة الشعر، لكن تقرب المعنى أنه ما هي قضية حلاقة شعر، ولكنها حالقة الدين. أنا متدين ما شاء الله، اسمي في الدين وصلي في المسجد وعبد الله في المسجد، لكن صدري من الداخل خربان بالغل والحقد. قال لك دينك محلوق، الدين لم ينفع فيك، الدين جعلته مثل الشماعة تستفيد منه أو تقوم بالواجب خوف من العقاب، لكن عليك حساب، لأن القيم والأخلاق التي يريدها الله في الأرض أن يتغلب الشرع على الطبع وليس تغلب الطبع على الشرع. لهذا يقول النبي في كلمته الطيبة: ألا أدلكم على شيء؟ حد يسمع الكلام يخاطب كل إنسان: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. يعني النبي يريدنا نتحابب، وإبليس يريدنا نتنازع ونختلف ونصطرع حتى يصيب بعضنا البعض. هذا منهج إبليس. منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أول الظن السيء اتركه، الاعتقادات الواردة على عقلك اتهم نفسك لوحدك، لا تحمل للناس ميزان. إذا شفت أحد بتنتقد انتقد نفسك، راجع نفسك، حاسب نفسك، كما قال في المثل أو في الأثر: حاسبوا أنفسكم. يعني بعض الناس مشغول بالخلق، ما شاء الله صار عبقري في أذية الخلق، ما يترك شاردة ولا واردة ولا كبير ولا صغير ولا عالم ولا متحدث ولا متكلم ولا بلد ولا وطن ولا مشكلة إلا وما شاء الله ما يقصر فيها. ولما تسأله أنت الآن لما تقيم الآخرين هل قيمت نفسك؟ هل عدلت طبعك؟ ما نطلب منك أن تعدل طبعك كما يعدل الناس طباعهم في هذه الحياة، تعدل طبعك بما دعينا إليه في كلام الله وكلام حبيبه ونبيه محمد.